مفاجأة مدوية: النيران تلتهم محيط مقر فيسبوك في كاليفورنيا، وتعليق مارك زوكربيرغ يشعل الجدل. بينما كان الجميع يعتقد أن التكنولوجيا هي الحصن الآمن الذي لا يتأثر بأزمات العالم الواقعي، جاءت الصدمة من قلب وادي السيليكون. ألسنة اللهب اجتاحت محيط المقر الرئيسي لشركة ميتا فيسبوك سابقاً في مينلو بارك، كاليفورنيا، لتظهر أن حتى عمالقة التكنولوجيا ليسوا بمنأى عن الكوارث الطبيعية. المشهد كان درامياً بكل المقاييس. فرق الإطفاء تتسابق مع الزمن، الموظفون يغادرون المباني بحذر، والدخان يتصاعد في الأفق ليغطي واجهات المقر الشهير. لكن المفاجأة الكبرى لم تكن في الحريق نفسه، بل في التعليق الذي صدر عن مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، والذي أثار موجة من الجدل على مستوى عالمي. وفي التفاصيل، اندلع الحريق بالقرب من المقر الرئيسي للشركة، حيث تعد هذه المنطقة واحدة من أبرز معالم وادي السيليكون. السلطات المحلية أكدت أن الحريق انتشر بسرعة نتيجة الرياح القوية، ما استدعى تدخل فرق إطفاء متعددة من المناطق المجاورة. لحسن الحظ، تمكنت الفرق من السيطرة على النيران قبل أن تصل إلى المباني الرئيسية، لكن بعض المنشآت الجانبية تعرضت لأضرار طفيفة. في أول تصريح له بعد الحادثة، قال مارك زوكربيرغ: إن هذا الحريق يذكرنا بمدى هشاشة العالم الذي نعيش فيه، حتى في عصر التكنولوجيا المتقدمة. علينا جميعاً أن نعيد التفكير في تأثيرنا على البيئة والعمل بجد لمواجهة هذه التحديات. تصريحه أثار موجة من التساؤلات بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أنه استغل الحادثة للترويج لأجندة بيئية، بينما رأى آخرون أنه تعبير صادق عن القلق العالمي. وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي انفجرت بالتعليقات حول الحادثة. البعض تساءل عن معايير السلامة في منشآت التكنولوجيا الكبرى، بينما ذهب آخرون للتعبير عن قلقهم من تأثير التغير المناخي على مناطق مثل كاليفورنيا. في النهاية، ما حدث في مقر فيسبوك ليس مجرد حادث عرضي، بل رسالة واضحة بأن حتى أقوى المؤسسات بحاجة إلى التأقلم مع تحديات جديدة. هل سيكون هذا الحريق نقطة تحول في رؤية عمالقة التكنولوجيا للعالم؟ الأيام وحدها ستكشف الإجابة.